تعالوا هاوريكم أنا إزاي حوّلت بلكونتي من مكان كلّه تراب وكراكيب وبُصّوا زي ما أنتم شايفين كده، لمكان هتشوفوه في الآخر عامل إزاي، بس هامشي معاكم بالخطوات. أول حاجة، جِبت الرول الأخضر ده اللي هو حطيته في الأرضية، جِبته من شارع العرب، سعره كان بسيط أوي مش فاكرة 12€ أو حاجة زي كده على ما أتذكر لإنه بقى له فترة. وبعدين رُحت باوهاوس، أنا باوهاوس باحبه جدًا لإنه فيه كل حاجة حرفيًا زي ما أنتم شايفين الأريا دي كلّها الحاجات البلكونة مستلزمة، بتقدروا تجيبوا من عندهم اللي أنتم عايزينه، وكمان عندهم زرع وعندهم كل حاجة حرفيًا. وكمان لقيت في ألدي عاملين عرض على الطماطم واشتريت منه كام طماطماية كده، وسعرهم كان رخيص أوي مش فاكرة يورو أو حاجة زي كده. وبعدين خدت الحاجات وروّحت وأنا كُلّي حماس، والبتاعة الأرضية دي ندمت عليها، والحمد لله إني ما جبتش البلكونة كاملة، أنا جبت حبّة صغيّرين لإني ما كنتش هاقدر أشيل كلّه، وكنت ناوية أرجع أكمّل بقى باقي البلكونة، بس حسيتها مش لطيفة خالص ومش عملية خالص وتنضيفها صعب جدًا، فلو ناويين تجيبوها ما تجيبوهاش. لإنها بجد صعبة أوي، 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 اللي بتتوسخ وما بتتنضفش بالساهل وكده. المهم نزلت بعدها جبت الطمي زي ما أنتم شايفين كان تقيل أوي فشِلته على دماغي. بعدين اشتريت الطوب ده وده تخلطوه مع الطمي، جبته من باوهاوس كمان بس مهم جدًا، جدًا، لإن إحنا بنخلطه مع الطمي وهو بيمتص المَيّة الزيادة وبيمدّها للجذور في الوقت المناسب، عشان لو حطينا مَيّة زيادة أو الجو ده. ولو كمان نسينا نسقيه، فاللي هو مفيد من الآخر يعني. المهم أنا هنا كنت بازرع الزرعات الحلوين بتوعي، والزرع بتاعي اللي أنا جايباه كله كنت جايباه من ألدي ومن باوهاوس ومن اللي هو السوق بتاع الأتراك ده اللي في شتيجليتز، هتلاقوا عنده شوية زرع حلوين أوي، أوي، أوي الراجل اللي هناك. وهنا بقى جه دور بقى الزرع الصناعي والورود الصناعية والجو ده، الحاجات دي بقى كلها أنا كنت جايباها منين، جايباها من تيمو، بصراحة الأسعار عنده حلوة جدًا، جدًا، جدًا فوق الوصف. جِبت من عنده البتاع الأخضر اللي أنا عمّالة ألِف فيه ده بحوالي 2€ تقريبًا على ما أتذكر، وجِبت من عنده الفراشات الحلوة دي بتنوّر بالليل وبيبقى شكلها cute جدًا، حطيتها وسط الزرع بالطريقة دي وباشغّلها بالليل، لطيفة، لطيفة، لطيفة جدًا، بتدّي شكل كده cute. بس مش بتستحمل كتير عشان تبقوا عاملين حسابكم، الفراشات دي بعد فترة كده قريبة بطّلت كلّها تنوّر، يعني بقى جزء بينوّر وجزء لأ. وده كان شكل بلكونتي آخر الليل، مش هاقول لكم الشكل النهائي، لسه الشكل النهائي في الآخر، ده كان لسه في بداية الزرع بتاعي، زرعت نعناع ودي خيارة الصغنطوطة، وزرعت روزماري وورد وطماطم وفراولة وفلفل أخضر وصبار وحرفيًا حاجات كتير أوي. وده بقى كان بعد شهر ونُص تقريبًا من الزراعة، بدأت الحاجات تطرح وبدأوا يكبروا، دي كانت الفراولة بتاعتي ودي الطماطم ما شاء الله بُصّوا كلّها طلّعت طماطم قد إيه. وده الفلفل بتاعي، وده الخيار، الخيار مش هتصدقوا أصلًا أنا اتصدمت ما شاء الله كان صغير أوي، 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 بيكبر بسرعة وبيطرح بسرعة جدًا. وطبعًا ده لسه في البداية، أنا قررت بإذن الله أزرع كل الحاجات اللي ابني بيحب ياكلها عشان أأكلها له من البيت بدون كيماويات على قد ما أقدر. والمهم بالليل بقى عملنا القعدة اللطيفة دي، وبقيت أقعد فيها مع ابني ونتفرج على حاجة وناكل مع بعض، وبصراحة والله ابني بقى بيحب القعدة دي أكتر مني، يعني هو بيبقى متحمس للقعدة برّه والأكل برّه أكتر مني. وبجد فرقت في نفسيتنا جدًا، بُصّوا الجمال واللطافة، متخيلين ده المكان اللي كان معمول للزبالة والكراكيب، بجد البلكونة مش للكراكيب أبدًا. وكمان بالنهار باعمل إيه بقى، باشيل الحاجات دي كلّها وباخلّيها مكان يلعب فيه ابني، لإن ما شاء الله مساحتها كويسة، فباحب أستغلها في حاجة مفيدة يعني، فساعات كتير باحط له البانيو وكمان باحط له مَيّة وألعاب. وهنا ده كان أول محصول أجنيه بجد، كان الفراولة بتاعتي، حسيت اللي هو ولادي كبروا. قولوا لي رأيكم فيها قبل وبعد كده، وبصوا على المنظر ده قبل وبعد، وقوموا تشجعوا اعملوا البلكونة بتاعتكم عشان بجد الموضوع طالع يستاهل وبيفرق أوي في النفسية. وبس والله، باي باي.